سلام سلام حبيباتي، واش راكم؟ راكم مليح ان شاء الله. كيما تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم محشوق الجماهير اللي هو مقروط المقله البنات. شوفوا لي البنات كيفاش خرج ما شاء الله. اليوم جبت لكم جميع الاصابع باش تنجحوا في الوصفه، باش ما يفتح لكمش في المقله، باش يحافظ لكم على الشكل ديالو. لا عجبتكم الوصفه حبيباتي تبعوا معايا لا فيديو تعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. هو لازم مقادير مضبوطه البنات. هنا البنات واش استعملت؟ هنا استعملت سميد الخشن، ديت منه 3 كيسان ونص. 3 كيسان ونصف سميد خشن ماشي متوسط خشن. نص كاس الرابع كملته بالفارينه كيما راكم تشوفوا البنات. درت حوالي ملعقتين كبار فارينه، هذا مكان. ومن بعد تخلطوا كامل المقادير مع بعض. لازم السميد يكون من النوعيه الجيده، ويكون سميد تاع الباكي ماشي سميد تاع اشكار. هادو معلومات لازم تدوها. استعملوا عمور خشن، ولا استعملوا ماما الخشن، ولا مولا. تخلطوا كامل لي زينغريديون هكذا مع بعض. هنا البنات مقروط المقله يحب بزاف الملح، درت نصف ملعقه ملح، ودرت كيما راكم تشوفوا ملعقه حسيله هكذا البنات. ومن بعد هنايا جبت السمن. استعملت انا سمن مدينه ذايب وبارد ناقص اندوا، كملته بالزيت. ما تفيضوش كيله تكون معمره، هذا مكان. ومن بعد نديروا هذاك السمن مع السميد وتبسوه بيان هكذا. نستخدم سباتولا في الاول، ومن بعد نبسو بيديه كيما راكم تشوفوا البنات. تبعوا كامل المراحل وان شاء الله تنجحوا في الوصفه. اليوم اديت لكم جميع الاسرار باش تنجحوا في الوصفه تاع المقروط. راهو قريب رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. اعتمدوا هذه الوصفه في رمضان. هاوليك البنات دوكا راني نبسس فيه هكذا بيديا. شوفوا كيفاش راني ندير. لازم هذيك المقادير كامل يمتزجوا مع بعضهم هكذا، تبسوا بالكف تاع اليد هكذا البنات. كيما راكم تشوفوا ديروا البنات هكذا واحد 10 دقائق وانا نبسس في العجينه هكذا. شوفوا كيفاش راني ندير بالراحه تاع اليد حتى يولي لكم هكذا السميد باش تحبسوه. ومن بعد البنات انا خليته يريح، خليته بات ليله كامله، ولا ديروه صباح خدموا به العشيه. على الاقل البنات خلوه يريح ساعه. هنا البنات ها هو لك السميد ديالي بعد ما خليته يريح. انا جبت بياض بيضه، وجبت ميلونج بين ماء وماء الزهر. جبت كاس تاع ماء وماء الزهر، ما كملتوش كامل الكاس كيما راكم تشوفوا. درت هذيك البياض تاع الحبه تاع البيض ما درتهاش كامل، درت نصفها. بيض حبه بيض نستعملوه في كيلو سميد. بيض حبه بيض نستعملوه في كيلو سميد. بياض البيض يساعد المقروط باش ما يفتح لكمش في المقله. هذو كامل النصائح لازم تتقيدوا بهم، وديروا الماء على دفوات، ما ديروش الماء على ضربه، باسكو يكون ديروا على ضربه العجينه تطرى لكم. وطموا العجينه برك غير بالاصابع تاع اليد، ما تعجنوهاش. هذو كامل اسرار لازم تتبعوهم. درت غير بالعقل هذاك الميلونج بين الماء وماء الزهر كما راكم تشوفوا حتى تولي لكم عجينه طريه. والسر الثاني في المقروط المقله لازم العجينه تخلوها تريح. انا خليتها ريحت حوالي نصف ساعه نشوفوا اسكو نزيد لها الماء ولا لا. بقى لي حوالي ملعقه تاع ماء هذا مكان. هاي لك العجينه خليتها واحد نصف ساعه هي تريح. شوفوا كيفاش راهي العجينه. نزيد لها هذاك الماء اللي بقى، وزدت لها قليل من ماء الزهر هكذا البنات. شفت العجينه هكذا نشفت. شوفوا واش راني ندير لها. درت لها هذاك الماء اللي بقى، ودرت لها قليل من ماء الزهر حتى هكذا ولات لي عجينه طريه. وطموها كيما قلت لكم عفوا غير بالاصابع تاع اليد، ما تعجنوش العجينه باش تخرج لكم مبسه. هنا البنات جبت الغرس. هاوليك هذه النوعيه بزاف هايله، باش ندير في بيبليسيتي بصح نوعيه بزاف هايله. كي تشريها ما تنقي ما والو تمر، تخدمي به ديريكت. بزاف 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 هايل، ننصحكم به لو لاصتوه لقيتوه. هنا درت نصف ملعقه سمن، هو يجي طري بلا ما تفوريه، ما ديري له حتى حاجه. درت القرفه ماء الزهر، ودرت وشنو القرنفل مطحون. هذا واش درت البنات. نسيت ما قلت لكمش كي ديروا في الاول مقروط المقلاف مع السميد ديروا له لافاني.
نسيت ما وريت لكمش لافاني. دوك نكتبها في صندوق الوصف، تلقاو كامل المقادير في صندوق الوصف وشنو. تضغطي على العنوان تلقايه، عجنتها هكذا ودوك نبدا نخدمو فيها. هاوليك دوكا نبدا نفتح هكذا في الحربوش ديالي. تفتحوا هكذا البنات على شكل حربوش، ومن بعد ديروا كيما راني ندير. البنات اللي لحقتوا لهاد المرحله عجبكم لا فيديو حبيباتي، ما تنسونيش حبيباتي بكومونتير شباب كيما نتوما، لايك للفيديو، اشتراك في القناه. واش راكم حابين وصفات كتبوا لي في لي كومونتير. الوصفات التقليديه ان شاء الله باذن الله عز وجل ندير لكم كامل الوصفات التقليديه، من المقروط من التشارك العرايش الكعكات، ندير لكم كامل الوصفات التقليديه باذن الله عز وجل. ندير لكم وصفات بريستيج. واش راكم حابين وصفات كتبوا لي في لي كومونتير. احنا حكمت هذاك التمر شكلته على شكل حربوش كما كنتو تشوفوا، درتو في الوسط تاع الحربوش. خلي نغلق هكذا في العجينه هكذا البنات. ديروا كيما راكم تشوفوا، كيما راكم تشوفوا البنات. نغلق هكذا الحربوش ومن بعد تليسو هكذا بيان تقموه، ومن بعد تبداو تحربشوا فيه كيما راكم تشوفوا البنات هكذا حتى يولي لكم حربوش. ومن بعد نسقموه هكذا بكوبات، نحاول نعليه هكذا باش يولي هكذا البنات. ومن بعد هنا جبت الطابع، هذا الطابع تاع البقلاوه باش يجيني كامل على حبه هكا. درت طبعت من الفوق مقروطات وذوك نحكم بكوبات وندير. شوفوا كيفاش ديروا، ماشي تقطعوا ديريكت، تذبحوا هكذا شغل غير هكا كيما راكم تشوفوا البنات. هكذا ديروا الكوبات هكذا ماشي تديروها ديريكت تهبطوها، نو ديروا كيما راني ندير باش تخرج لكم الحبه محافظه على الشكل ديالها، تخرج بومبي باش تجيكم بومبي، ما تجيكمش ما تهبطلكمش الحبه تاع المقروط حتى تكملوا كامل الحربوش ديالكم. ومن بعد ديروا هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا فوق سقط العامل. ومن بعد تزيدوا تسقموها بالكوبات باش تجينا بومبي. دوك نسقمها هكذا بالكوبات، تقدروا تخلوهم يريحوا في المجمد ومن بعد تقلوهم باش ينفتحوا لكم. نورمالمون كنت تبعوا كامل النصائح اللي مديتهم لكم تنجحوا في المقروط المقلاه من اول تجربه. والصح كامل في مقروط المقلاه قبل ما تجربيه لازم السميد، مش تروحي ديري نابورت سميد تروحي تشريه ديري بيه وتقولي ما نجحليش. نو، السميد هو اهم حاجه. نعرف الا شفتيه نفتح لك في المقلاه عرفي بلي السميد ديالك ماشي مليح ولا ما مديتيلوش حقه تاع الماء. لازم تمديلو حقه تاع الماء، ولازم السميد يكون من النوعيه الرفيعه. هذو الزوج اسرار لازم تطبقيهم باش تنجحي في الوصفه تاع المقروط. هكذا البنات حتى تكملوا كامل الكميه بنفس الطريقه هكذا. ندير هكذا باش نرجع الحبه بومبي، ومن بعد نسقمها هكذا بالكوبات. الكوبات تعاونكم بزاف في الخدمه في كامل الحلويات، والكوبات حاجه ضروريه انا نخدم بها توجور، صديقتي في المطبخ الكوبات. هكذا وريت لكم شحال من حبه البنات. ونكون وجدت الزيت ديالي. الزيت البنات من الافضل ديروه في كسرونه باش كي تقلوا الحبه تاع المقروط لازم تنقلها في زيت يكون غزير هكذا البنات. وسخنوا الزيت ديالكم هكذا وبعد ديروه على نار متوسطه وخلوه المقروط ديالكم يطيب هكذا البنات. كاين واحد المشتركه كتبت لي في قناتي، ماشي هذه القناه، قناه واحده اخرى، قلت لي علاش تقولي البنات بزاف؟ نقول لك حبيبتي والله غير ولفت نقول البنات شغل انا راني نحكي معاكم، هذا ما كان نحب نحكي معاكم ونقول البنات هذا ما كان. شوفوا البنات حتى يولي هكذا، يولي لكم هكذا دوغي تنحيوه. هاولك شوفوا كيفاش طاب لي. تكونوا وجدتوا الحسيله ديالكم، حسيله بيور اللي نشروها من برا، ديروا لها قليل من ماء الزهر وديروا هذاك المقروط يتعسل. كي يطيب لكم الدوزيام اللي تكونوا درتوه في المقلاة تنحوا الاول.
وان شاء الله هذا تعجبكم مكان الوصفه تاع تدخلوا اليوم. شيطان واي بزاف وحده أحسن. ما ينجحلاش يا نقرا ربي في واحد المقله، 10 ان شاء الله مينوت حبيبتي وتنحو بعد ما تشوفي لا فيديو وتلقاوه معسل ان شاء بالقلب. الله ينجح لك كان المقروض. خرج وفي كامل الاخير على حبيبتي حبه. سلام، ما بقى تنساونيش محافظ على البنات الشكل كومونتير ديالو، ما شباب كيما نتوما. تكسرش في ودوك نفتح المقله. لكم حبه وجنب وتشوفوا كيفاش السوس خرجت. جا السلام بزاف عليكم. بنين، وكامل نحبوا مقروط المقله، ما كاش اللي ما يحبوش، كامل نحبوه.